السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ايه الأخبار؟ أنا بصراحة اللاب ده عجبني فكرته، وحبيت إن أنا أسجل له فيديو يعني. ممكن يعني ما يطولش معانا 10 دقايق ولا أي حاجة. تمام، بس أنا هشرح لك فكرة اللاب ده عبارة عن إيه. هو كل فكرته هنا إن هو مديك اتنين كريدنشال، يعني مديك اتنين أكونت، واحد بالأدمنستريتور واحد بونر. تمام. هو بيقول لك اللاب ده موجود فيه صفحة الأدمن بانل. تمام. هو يعني الصفحة دي تقدر تعمل داون جريد لليوزر او تعمل له ابجريد لليوزر، اللي هو تعلى صلاحية او تنزل صلاحية. تمام. بس المشكلة بقى ان انت تقدر تعمل ان انت ترفع الصلاحية وتنزل صلاحية عن طريق الاكونت الادمنستريتور، ولكن انت باكونت وينر اللي هو اليوزر عادي ما ينفعش ان انت ترفع صلاحية كارلوس مثلا او انك تنزلها. فاحنا عايزين نخلي ان الصلاحيات بتاعت الادمنستريتور دي اللي يعملها وينر. فاهم قصدي؟ يعني انت دلوقتي كواحد ادمنستريتور معاك كل الصلاحيات. طب انا كوينر عادي كيوزر عادي، هل ينفع اعمل نفس الصلاحيات بتاعت الادمنستريتور؟ ده اللي احنا بقى محتاجين نفهمه في اللاب. فهو اللاب ده انا فتحت، لازم يكون فيه اتنين براوزر عشان اقدر افتحه. فانا فتحت البيربل سويت عشان افتح اوبن براوزر هنا، ونخلي الصفحه اللي هي بتاعت جوجل كروم دي تكون ايه؟ بوينر. تمام، تكون ايه؟ بوينر. ونخلي الصفحه الثانيه، على بس ايه نسجل هنا ونقفل. تمام، ونخلي الصفحه الثانيه تكون ايه؟ بالادمنستريتور. وعايزين بقى نراقب، نشوف بقى الريكوستات بتاعتهم والكلام ده. تمام. كده دلوقتي انا معايا صفحه ادمن بانل اهي. تمام. هو بيقول لي كارلوس ده نورمال يوزر عادي، والادمنستريتور هو الادمن، ووينر ده نورمال. جميل. انا دلوقتي يعني تعالى بس نمسح ال HTTP history. تعالى نمسح دول كلهم. تمام. لازم نراقب كذا ريكوست مع بعض، لازم نراقب كذا ريكوست مع بعض. تعالى نفتح ده ونعمل ايه؟ ريلود عشان الريكوست بتاعه يجي لنا هنا. انا دلوقتي محتاج اخد الريكوست بتاع وينر ده في الريبيتر. تمام. هعمل له سند. تمام، 200 اوكي. طيب انا محتاج اشوف هنا بقى. هو دلوقتي كارلوس نورمال. تمام. انا هرفع له صلاحيه دلوقتي، هقول له ابجريد يوزر. هيقول لي ار يو شور انت محتاج كده فعلا؟ اقول له يس. تمام. دلوقتي بقيت ايه؟ بقى في كارلوس ادمن والادمنستريتور ادمن. تمام. ووينر ده هو اللي نورمال عادي. جميل. انا معايا الريكوست بتاع وينر واللي هو بصلاحيات اقل صلاحيه فيهم. تمام. وعايز اشوف الريكوستات التانيه بقى اللي انا مسكتهم، المفروض اللي هم دول. تمام. كده انا معايا تلات ريكوستات. اول ريكوست اللي هو بتاع وينر ده، وتاني ريكوست اللي هو بتاع مين؟ الادمن رولز، اللي هو بيقول لك اليوزر نيم اللي اسمه كارلوس، الاكشن بتاعه ان انت عايز ترفع له صلاحيه. فانا اقول له ابعت سند، هيرد عليا ب 200 اوكي عادي. ببعت هنا سند. هنا بقى ايه الفكره؟ قال لي ان هو 302 302 فاوند، يعني هو الطلب هنا اشتغل. طيب انا محتاج ان انا اعرف انهي واحد بيتعمل له تشيك. يعني ايه؟ يعني الخطوه اللي هي بتاعت رفع الصلاحيه دي، ان انت مثلا ترفع صلاحيه كارلوس من يوزر عادي للادمنستريتور، زي ما احنا شفنا يعتبر بتتم على ثلاث خطوات. ليه؟ لان هو اول خطوه هو بيقول لك انت عايز تعمل ابجريد لليوزر، انك تختار اليوزر. دي اول خطوه. اول خطوه تعالى اكتبها لك هنا كده. أه 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 أه. نوت. تعالى. وان ستيب. تمام. وان ستيب ان انت بتختار ايه؟ تشوز اليوزر. جميل. دي اول خطوه. دي اول خطوه. لازم تركز وانت بتعمل اكسس كنترول، لازم تفهم انت بتعمل ايه بالظبط عشان تعرف تجيب الغلطه فين بالظبط او المشكله فين. تاني خطوه ان انت بتختار الرول، يعني تختار الصلاحيه بتاعت اليوزر. دي اول حاجه. تالت حاجه انا كاتب هنا اي دي ستيب. تالت خطوه وهي ايه؟ ان انت تشوف بيتعمل له كونفيرم منين. يعني انت تشوف مثلا ايه انهي اكشن من دول او انهي ريكوست من ده، ده اللي بيتشيك عليه. يعني هل الريكوست ده هو اللي بيتشيك عليه هنا ولا الريكوست اللي بعده؟ ده لازم تعرفه، دي حاجه مهمه جدا. طيب انا دلوقتي لقيت هنا حاجه، ده الريكوست بتاع مين؟ بتاع الادمن. طب انا لو خدت الريكوست ده كله على بعضه من ما عدا الكوكي والسيشن والهوست والبوست، تمام، انا هاخدهم هنا واحطهم مكان الريكوست بتاع مين؟ بتاع وينر. تمام. واقول له سند. رد عليا ب 200 اوكي. طب لو انا قلت له مثلا على سبيل المثال امسح، ما تخليهاش ابجريد، خليها داون
جريد. داون جريد يعني المفروض ان هو هينزل صلاحيه مين؟ صلاحيه كارلوس. طيب اقول له سن، نشوف كده نعمل ريلود، لسه كارلوس ادمن زي ما هو. طيب في الحاله دي هو مش هينفع. طيب تعالى مثلا نغير او نشيل ده مثلا، نوديه يعني نشيل ده ونحط له نفس المسار بتاع الادمن، نحط له نفس المسار ده ونعمل سن. قال لك ايه؟ قال لك ان اوثورايز، يعني انت مالكش صلاحيه، انت صلاحيه هنا مش تمام. طيب تعالى نغير مثلا اللي تشينج ريكوست ميثود، يعني ميثود بدل ما هو جيت نخليه مثلا ايه في البوست مثلا، او تعالى مثلا نشيل جيت دي ونخليها تريس. برضو قال ان اوثورايز. طيب تعالى نغير الميثود ده كده ونعمل كده برضك ان اوثورايز. طيب في الحاله كده تعالى نعمل برضو تشينج ريكوست ميثود، نعمل كده بوست، قال لك ان اوثورايز. في الحاله كده يبقى الريكوست ده ملوش اي لازمه، هو هو مش يعني هو هنا تمام ماسك كل حاجه. طيب في الحاله دي نشوف الريكوست اللي بعده. الريكوست اللي بعده نفس الفكره، هو البوست بقت بوست تمام، ادمن رولز تمام، وهنا بقى ضايف ايه؟ ضايف هنا كونفيرم زي ما انا قلت ان انت بيتشيك على هل ممكن مثلا، يعني هنا دلوقتي هو هنا دلوقتي مثلا بتشيك على مثلا انت اول خطوه بتعملها ان انت بتعمل ايه؟ ان انت بتختار اليوزر. تاني خطوه ان انت بتعملها ان انت برضو بتشوف هل هو بيتشيك على الرول يوزر ده ولا لا. جربت نفع ما نفعش ساعتها يبقى انت ايه بتقول له. تعالى بس نجيب لك الايرور، مش موجوده، ما علينا. تمام، فانت محتاج تتشيك على الستيب رقم 3 اللي هي الكونفيرم. طيب هنا ناخد نفس الريكوست ده ما عدا الهوست والكوكي وكده، وتعالى نجرب نحطها هنا. نحطها فين؟ عند كارلوس. احنا كده بنلعب في الريكوست بتاع مين؟ قصدي بتاع الاد وينر. احنا كده بنلعب في الريكوست بتاع مين؟ بتاع وينر. ونخلي دي بدل هي ابجريد نخليها ايه؟ داون جريد. داون جريد. جميل، ونبعت سند. المفروض ان الريكوست ده اصلا لو هو بيتشيك هيقول لك لا مش ده. ليه؟ لان اولا السيشن والكوكيز دي بتاعت مين؟ بتاعت وينر. تعالى كده اسجلها لك هنا، ده بتاع وينر ماشي. والسيشن اللي هي هنا دي بتاعت مين؟ بتاعت الادمن. دي بتاعت الادمن. فانت لازم تبقى واخد بالك من الريكوستات كويس جدا، دي نقطه مهمه جدا. فاول ريكوست ده بتاع وينر، فانا المفروض ان انا لما اجي اديله ريكوست زي كده يقول لي ايرور او مثلا يقول لي ان اوثرايز او نوت فاوند، ما ينفعش. تعالى نبعت سند، قال لي 302، معنى كده ان هو قبل الطلب ده وان وينر هو اللي نفذ صلاحيات كارلوس نزلها ليوزر عادي. تعالى نعمل ريفرش اهو. طيب لو انا عايز ارفع صلاحيات وينر هعدل من كارلوس دي، هعدل من كارلوس ده خليها وينر تمام. وتعالى نبص كده نعمل ريفرش ونشوف الاقي ايه؟ وينر لسه ما ترفعلوش صلاحيه. اشمعنى؟ عشان هنا اصلا معمول لها داون جريد، عايزين نخليها اب جريد. فاحنا كده نقول له ايه؟ ريفرش، هتلاقي اللاب معانا اتحل ان انا رفعت صلاحيات وينر خليتها ادمن، ونزلت صلاحيات مين؟ كارلوس، بدل ما هو كان ادمن خليتها يوزر عادي. دي فكره مهمه جدا ان انت لما بتلاقي كميه ريكوستات لازم تعرف انهي ريكوست من دول اللي يقدر يتعمل له تشيك وما تقدرش تلعب فيه، فساعتها تشوف الريكوست اللي بعده. الريكوست اللي بعده ده لقيته ان هو بيعمل ابجريد وكونفيرم ترو وكارلوس. طب انا لو قلت له هنا فولس مثلا كان هيعمل حاجه؟ ساعتها انت بتقعد تجرب وكده. بس لازم دي تمشي على الخطوات دي. اول خطوه ان انا بختار اليوزر، تاني خطوه ان انا بعمل رول لليوزر، تالت خطوه ان انا بعمل كونفيرم للايه؟ للخطوه الثالثه. جميل، لازم تعرف الحاجه دي، مش مجرد ان انا لقيت ريكوست فيه بارامترز كده او بادي زي كده مثلا اللي هو هقعد العب فيه. لا، انت ممكن تلاقي اصلا الريكوست ده كله مزيف، اللي هو بيبعته لك كده عشان يشتتك، وتلاقي هو ده الريكوست الحقيقي اصلا. فاهم قصدي؟ لازم تاخد بالك من النقطه دي كويس جدا. واشوفكم في الفيديوهات الجايه.